لو انت بقى من الناس اللي بعد الفطار بتحس على طول كأن الاكل واقف هنا، كأن في حاجه واقف على صدرك، مش قادر تتنفس، بتتكلم بالعافيه، حاسس ان انت لو وطيت الاكل هيرجع تاني يقع منك، فاعرف ان انت من الناس اللي بتعاني من عسر الهضم وسرعه الامتلاء. وهنا في رمضان ده بيكتر اكتر عند ناس كتير. طبعا الناس كده كده اللي عندها سمنه وزياده في الوزن هم عرضه اكتر للاعراض دي، زائد حبايبنا بقى اللي بيشربوا الميه والعصاير كتير على الفطار، او يدخل بقى ساعه الاكل يدخل على الاصناف التقيله ويرمي ورا بعضه ورا بعضه ورا بعضه، ويهمل وجود حاجات مهمه مليانه بالالياف زي السلطه عشان تدي احساس بالامتلاء بدري. انت هنا عندك مشكلتين، عندك مشكله في حركه المريء وعندك مشكله تانية في افراز الحمض المعوي. حضرتك في الحالات دي محتاج انك تاكل ببطء، محتاج انك تقسم الفطار بتاعك على مرحلتين. المرحله الاولى اللي من بعد اذان المغرب بتاكل كميه قليله جدا وتدي نفسك براح حوالي ساعه، وقبل ما تنزل العشاء او تستنى لحد بعد صلاه العشاء والتراويح تكمل بقيه الفطار بتاعك. النقطه الثانيه والمهمه هي استخدام الادويه اللي ممكن تساعدك على الهضم، واللي ممكن في الوقت نفسه كمان تقلل فرص الشعور بالامتلاء السريع، واولها استخدام الاصناف اللي بتزود حركه المريء. ودور دايما في الصيدليه على الحاجات اللي فيها ماده الايتوبرايد، وميزه ديت ان هي ما بتاثرش بشكل كبير باعراض جانبيه ممكن تكون ملحوظه. النقطه الثانيه هتستخدم بعض الاقراص اللي موجوده فيها انزيمات هضم كتير، وفي نفس الوقت بتنظم حركه الامعاء وتخليك تهضم اسرع وما تحسش بالامتلاء ده. ودور طبعا في الصيدليه عليها وهتلاقيها موجوده معروفه كويس جدا، والاقراص دي ممكن تاخدها مع الاكل او بعد الاكل مباشره. ولو انت من الناس بقى اللي بتحس مع الاعراض ديت بالحموضه، فهنا انت محتاج تستخدم الفورات اللي بتحتوي على ماده الفاموتيدين عشان تديني تاثير سريع تستمر معايا فتره طويله شويه. وما تنساش انك مع السحور هتعمل النصايح اللي قلناها قبل كده، وفي الوقت نفسه تستخدم الاصناف اللي بتقلل افراز الحمض المعوي. لو خدتها مع الفطار مش هتستفيد كتير، لان هي بتاخد حوالي تقريبا ساعه على ما بتشتغل، في الوقت نفسه بتتاثر في بعض الاحيان بالاكل. مين بقى اللي ما ينفعش ياخد الفورات؟ خد بالك لو انت من الحوامل، خاصه لو في الثلاث شهور الاخيره. خد بالك لو انت مريض ضغط، ان الافراط في استخدام الفورات بيدخل كميه كبيره جدا من الملح. نفس الكلام لو انت مريض كلى، نفس الكلام لو انت عندك مشاكل في الكبد. دي الاربع حالات الرئيسيه اللي بتتاثر بشكل كبير بكميات الاملاح اللي موجوده عندنا في الفورات. غير كده تقدر تستخدمها وانت مرتاح عشان الاعراض بتاعتك. اخر حاجه، لو الاعراض دي مستمره معاك لفتره اكتر من 14 يوم وما بتروحش مع استخدام الادويه، او معدلات الاصابه بيها اكتر من 14 مره في الشهر، لازم ترجع للطبيب بتاعك نعرف المشكله الرئيسيه موجوده فين. وافتكر دايما ان صحتك اهم.